طاجن الدلع اللي اتمنع، نتفائل في السنة الجديدة يعود تاني ويفرح كل العيلة. هتعملوا معايا أحلى طاجن لحمة بالبصل، مش عاوزة أقول لكم روعة وأكتر من روعة، هينول إعجابكم بإذن الله. وهقول لك التسوية الصحيحة اللي يبقى دايب معاكي دوب من غير ما نستخدم مية. هتشوفوا معايا دلوقتي إزاي بطريقة أسهل من البساطة. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بتجيب اللحمة حاولي تقطعيها شرايح، ولما تجيب اللحمة من الجزار اللي أنت بتتعاملي معاه يفضل تقولي له مثلا عاوزة أعملها ورقة لحمة علشان ما تاخدش تسوية معاكي كتير. هنا معايا فلفل مخرجه البذر منه، ومعايا بصل. حطي بقى كميه بصل زي ما انت عاوزه، اهم حاجه قطعيها شرايح رقيقه خالص، هتدوب معاكي مش هتبقى ظاهره في الاكل قوي يعني. هنا زي ما انتم شايفين طبعا حتى هي لو بقت سميكه هتستوي، بس احنا عاوزين يبقى شكلها حلو كده حتى في التقديم. انا قطعتها قدر الامكان شرايح رقيقه خالص. مثلا انا استخدمت كيلو لحمه، تقدري تستخدمي له نص كيلو من البصل، مفيش اي مشاكل. هنا الفلفل خرجت البذر منه، ولو حابه تستخدمي فلفل حراق براحتك. هنا بقى بدأت أقطع الفلفل الرومي وفلفل بلدي المتوفر عندك. هتجيبي برضو طماطمتين وتبدأي برضو تقطعيهم شرايح. دي المكونات. والبهارات بتاعتي فلفل أسود علشان تحسي بطعم اللحمة، ما تكتريش بهارات، هي طعمها لوحدها كفاية. كتر البهارات للحمة في العموم بتضيع كده طعم اللحمة اللي احنا متعودين عليه الحلو. هنا قطعتها زي ما شفتوا معايا شرايح. هبدأ بقى تجيبي طاجن، ولو ما انتش حابة تعمليها في طاجن أو مش متوفر عندك الطاجن تقدري تعمليها في حلة على البوتاجاز. أنا عملتها معاكم قبل كده. حطيت شويه زيت كده، الفلفل الاسود قلت لكم دي كده بهاراتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حابه تستخدمي سمنه براحتك. اول طبقه هحطها البصل، الطبقه دي بقى هتتكرمل مع رشه فلفل اسود، وبعد كده ببدا احط شرايح اللحمه من غير ما اشوحها ولا اي حاجه. هي كده هتبقى خطيره صدقيني. بعد ما عملت الطريقه دي حتى لو عاوزه تعمليها في ورقه لحمه برضو تنفع. رشيت بقى رشه فلفل اسود وبعد كده رشه ملح. هنزل تاني هكرر تاني عمليه البصل. الخضار اللي معايا واللحمه ما حطيتش عليهم اي بهارات، انا بحط البهارات زي ما انتم شايفين معايا كده، رشه حاجات بسيطه خالص. وبعد كده احط شرايح الطماطم والفلفل ورشه الملح ورشه الفلفل الاسود بنفس الطريقه. بس علشان احنا بنفيد الناس وخصوصا البنات المبتدئين بلاش الملح تحطيه بالطريقه اللي انا حطيتها. ممكن وانت بتحطي ملح ينزل منه كميه كتيره يعني، فلا بلاش. انا حتى في الاخر خالص ما حطيتش ملح يعني، خفت لا يطلع معايا مالح، وفعلا كان كده مظبوط يعني. لو كنت حطيت ملح تاني كان هيبقى مالح معايا. قررت نفس الطريقه، حتى الاغلاط بقول عليها علشان ما حدش يقع فيها، كلنا بنتعلم من بعض. كده خلاص حطيت طبقتين كده لحمه، دي الطبقه الاخيره خالص. بنفس الطريقه سهله وبسيطه، بتوزعيها كده في الطاجن مع رشه بقى فلفل اسود. اقول لك بقى حاجه كده تحطيها تطعم معاكي الطاجن ده وتنقله معاكي في حته تانيه خالص. وعلى فكره لو استخدمت قطعيه لحمه وحبت يعني تاخد منك سوائل وكده عادي هتضيفي لها ميه تكون مغليه. هنا بقى القرفه وادعي لي وجوز الطيب، وابشري شويه بجوز الطيب كده على وش الطاجن، وابداي بقى قفلي كويس علشان هو هيستوي معاكي على البخار، والخضار واللحمه هتنزل الميه الموجوده فيها. ونزلت بشويه زيت، تقدري زي ما اتفقنا تستبدلي الزيت بالسمنه، او لو عندك دهن لحمه وحابه تحطيه برده براحتك، هيبقى صدقيني برده خطير. في ناس بتحب الطاجن ده تحطي معاه مثلا الدهن بتاع اللحمه. اهم حاجه عندي بقفل كويس زي ما اتفقنا لانه هيستوي على البخار. بيدخل بقى الفرن درجه حراره 200، وبتبداي تبص عليه بعد ساعه كده هتلاقي بصي الخضار واللحمه زي ما اتفقنا منزله الميه اللي فيه. وبعد ما يستوي يوصل لمرحله التسويه وحسيتي ان الطاجن معاكي ما عادش فيه سوائل خلاص وناشف واللحمه لسه نيه، هتضطري تضيفي شويه ميه، بس اهم حاجه ميه تكون مغليه بتسرع عمليه التسويه. ما تضيفيش لاي حاجه سخنه، ميه تكون بارده. قدميه بقى بالف هنا يا رب. هنا زي ما انتم شايفين معايا بعد ما استوى شلت ورق الفويل اللي عليه وعطيته لون تحت الشوايه. ولو عندك عيش بلدي بقى وحابه تقدميه جنب العيش البلدي، متهيألي في الاجواء الشتويه وفي السنه الجديده كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله عام سعيد على الجميع يا رب. وتقدري تعملي معايا الوصفه دي. اتمنى لو عجبتكم الوصفه لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. على فكره انا سويتها على الصاجه مباشر مش على الشبكه اللي في النص ولا حاجه، ودرجه الحراره اقل من وسط، وهتبقى ممتازه معاكي. وتقدري تقدميها جنب فلفل حراق لو ما كنتيش حطيتي في الوصفه وكده، لو حد حابب ياكلها كده. كنت معاكم فاتن الجندي يا حلوين، اشوفكم على خير، مع الف سلامه.